ولكن عقبها 10 محاورات يتغلب علي المسه الاعلى. عمي وش تبى تسمع من ابو وافي؟ مع من؟ مع رشيد الزلامي الله يرحمه. عاد معاه انا اطرب شيء. والله الظاهر وتحفظون انتم اكثر من حفظين انه رشيد لان هذه محاورات بعضها 20 سنه وبعضها 25 سنه وبعضها قبل ننساها ما بصير. نبى من كان ورشيد نبى فتنه يا ابو وافي. ضرب سلاح رشيد الله يرحمه كل قصيده فتنه. ابو وافي محاوراتك مع رشيد كلها نار وعمار، سمعنا. وش يقول؟ يذكر يقول هلا يا مرحبا بالمورجي هلا يا مرحبا بالمورجي ما رجع الممنوع، انا بمزح معه ويعرف العود ومزوحه، وانا خاف يتفجر من شهاده بكر بن زحزوع، شهد له بكر يقول الشهاده فيك مجروحه. قلت يدوم الكلب قال لي ترحب والغلط مرجوع، ولو تدري صدور ضايقه وصدور مشروحه، كثير الناس ما تلقى والله الظمع والجوع ويزعل لو يشوف سم معلق في وسط اللوحه. الله اكبر. قال يقولون الخواجه يوم حصل نطقة الجربوع، هرم من رامك وخلى العمل خوفا على روحه، تبى تلحق حبيب ما تبغى لك شهر واسبوع قطعك الطريق من الطائف اللي الدوحه. قلت لك الله لو تعجل يا رشيد الطيرات وقوع، ورجال غلط ما قلت له غلطك مسبوحه، تبى مثل الثبيتي ما تسايد مثل حب السوح، احنا يا زلمه قدمنا البيبان مفتوحه. الله اكبر. عطنا ردود ابو جميل اكيد والله بيهجدك. لا بيهجدني الله يرحمه ان شاء الله. ولكن عقبها 10 محاورات يتغلب علي المسه الاعلى. اسلم. قال مشاريعك كثيره ما ينجح ولا مشروع، لكن افضل تدور سكه مع نجد ممسوحه، تحاول في طريق عنك من هاك السنه مقطوع، توسد لك حصات من حصى حضرتك صلفوحه. تقول يا زلامي مرن قلبي على ضلوع، ولا حرك شعوري سبع ظن الناس ومدوحه، ترى السفن الجديده جات خلى الهور يقربوع لان من الصدف الموج دقر وكسر اللوحه.